جيت اتقدم لحد من بيت خالتي، يعني مرضيش. لا طبعا، ما هم مش هيوافقوا. ليه طيب؟ ايوه، هم بالنسبه لهم ان انت شخص يعني جبان، شخص ما بتعرفش تاخد حقك. يوم ما هيحصل لأي واحدة فيهم حاجة، يعني اما تبقى زوجتك يعني، هتاخد لها حقها ازاي؟ اه، انت بالنسبة لهم حد حصل معاه حاجة ومعرفش ياخد حقه. ف... يعني مش هتقدر ايه عشان ف... انا ف... حصل فيا كده ولا عشان الجبن؟ لا، هو ما هو في مسبب للي حصل ده. اللي حصل ده كان سببه ان انت شخص جبان، شخص انطوائي، شخص ما بتعرفش تاخد حقك. وسبب رئيسي كمان في ان اه، والدتك هي اللي عملت الكلام ده كله. برضه هي كانت غلطانة ان هي تعمل كده وتشهر بيك بالطريقة دي. يعني كانت لازم يعني المفروض تداوي تقدر. الموضوع، اه، ولازم تنصحك شوية، ولازم تتعامل مع الموضوع بحكمة. فهي للأسف ما تعاملتش معاه كمان بحكمة. بلس ان حضرتك اصلا اه، يعني هو انت يعني هو مش عبط، مم، بس يعني هي سذاجة، سذاجة لطفل. اه. يعني المفروض 10 11 سنة انت كبير وواعي ان انت اي حد يقرب منك تضربه وتاخد حقك وتاخد بطارك منه. طب لو كنت 7 سنين دكتورة مثلا، كان ممكن كان هيبقى عوض برضه أو سنين. حضرتك بص، احنا سبع ثمان سنين مش هنقعد نقول لو كنا. انت كنت وقتها كام؟ كنت 10 سنين و11 سنة. 6 سنين و5 سنين اه، ده طفل صغير. 7 سنين ليه؟ يعني ليه ايه؟ نقول معلش برضو عيل. لكن 10 11 سنة لا، انت مش عيل. لا مش عيل. يعني اه. من 9 سنين واحنا طالع بقى كده، لا واعيين بقى وعارفين بقى اهالينا بيقولوا اي حد يقرب، سواء بنت ولا ولد، اي حد يقرب منك او من جسمك او من حتة المناطق الفلانية دي، تصرخ وتصوت وتضربه وتبعده عنك ما تخلوش يقرب منك وما يلمسكش وما تروحش مع حد في حتة الكلام ده كله. لكن 10 11 سنة وبعدين، يعني هنقول ايه؟ المرة الأولانية ماشي حصلت غصب عنك وعشان كان خالك، تقوم عادي المرة التانية تستسلم؟ بص، هو هو ما اي كانش. هو ايا كان اللي حصل دلوقتي، انت مم. مشكلتك دلوقتي ان انت محرج ومكسوف و...